مش معنى انك شبعت ان جسمك شبع. ممكن تكون معدتك مليانة بس جسمك لسه محتاج بروتين، فيتامينات، معادن والياف، لان السعرات بتشبع لكن العناصر الغذائية هي اللي بتبني جسمك. وده بالظبط معنى القيمة الغذائية. لو فاكر الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي تحسب السعرات، ودي كانت الحلقة الاولى من سلسلة ال3 حلقات ازاي تبني لنفسك نظام غذائي، اسلوب حياة يعيش معاك على طول. بس النهاردة هنركز على الجودة مش الكمية. ازاي تعرف الاكل ده بيفيد جسمك فعلا ولا مجرد شبع وخلاص؟ هقول لك يعني ايه قيمة غذائية وازاي تفهمها ببساطة من غير تعقيد، وفي اخر الفيديو هديك طريقة عملية تطبقها على اكلك يوميا. هخليك تعرف القيمة الغذائية لاي اكل زي المحترفين، سواء كان منتج جاهز عليه جدول الحقائق الغذائية او اكل بيت او مطعم. والمناسبة لو لسه ما شفتش فيديو حساب السعرات هتلاقيه في اللينك اللي فوق، اتفرج عليه الاول لانه هيسهل عليك فهم الفيديو ده جدا. يعني ايه قيمة غذائية؟ القيمة الغذائية ببساطة هي العناصر اللي جسمك بياخدها من الاكل علشان يشتغل كويس، مش مجرد احساس شبع وخلاص. والعناصر دي بنقسمها ل6 عناصر اساسية. 1. البروتينات. البروتين هو مادة البناء والاصلاح الاساسية في جسمك، وكمان من اهم مميزاته انه بيشبع وبيطول إحساس الشبع، وممكن الجسم يستخدمه كمصدر للطاقة عند الحاجة. لكن استخدام البروتين كطاقة مش الأفضل للجسم، علشان كده بنخلي الطاقة الأساسية من الكربوهيدرات والدهون، ونحافظ على البروتين للبناء والإصلاح. طيب مصادر البروتين في أكلك إيه؟ البروتين له مصدرين، حيواني زي اللحوم والبيض والألبان، ونباتي زي البقوليات والحبوب الكاملة وبعض الخضار. الخلاصة حاول يكون في مصدر بروتين في كل وجبة. ثانيا الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي أسرع مصدر طاقة متاح في الجسم، ومهمة جدا علشان هي المصدر الأساسي لطاقة المخ، لأن المخ بيعتمد في الطبيعي على سكر الجلوكوز. تغذية العضلات أثناء التمرين والرياضة. وجود الألياف اللي بتنظم الهضم وبتزود الشبع. بس خلي بالك الكارب أنواع، سكر ونشا وألياف، لكن في النهاية جزء كبير منه بيتحول لسكر الجلوكوز في الدم. علشان كده تأثيره مش واحد، في 3 عوامل بتتحكم فيه: الكمية، سرعة تحوله لسكر جلوكوز وامتصاصه، وده على حسب الألياف اللي معاه، وهل الكارب ده جاي معاه حاجات مفيدة زي فيتامينات ومعادن وبروتين ولا سكر لوحده وخلاص. وعشان كده مصادر الكربوهيدرات مش كلها زي بعض. طيب مصادر الكربوهيدرات في أكلك إيه؟ 1. السكريات المضافة والحلويات، فيها كارب سريع، سكر فقط بس من غير ألياف تقريبا، فبترفع سكر الدم بسرعة، وكمان ما فيهاش قيمة غذائية زي الفيتامينات والمعادن، فلازم تكون كميتها محدودة. الحد الأعلى للكبار أقل من 10% من سعراتك اليومية، والأفضل أقل من 5%، والأقل دايما أفضل، والرقم ده للشخص الطبيعي، يعني ما عندوش سمنة أو سكر أو ضغط أو كرش. وبالنسبة للأطفال أقل من 2 التوصيات بتقول تجنب السكر المضاف تماما. 2. الحبوب والنشويات المكررة زي الدقيق الأبيض والعيش الأبيض، فيها كارب نشويات بس تشال منها كتير من الألياف والفيتامينات والمعادن، فبتتهضم بسرعة وبتتحول لسكر الجلوكوز، علشان كده تأثيرها قريب جدا من السكر المضاف. 3. الحبوب والنشويات الكاملة زي الرز البني والشوفان والعيش الأسمر والبرغل، فيها كارب نشويات بس معاها ألياف وفيتامينات ومعادن وأحيانا بروتين بسيط، فبتتحول لسكر الجلوكوز ببطء، فبتثبت سكر الدم وتشبع أكتر. 4. الخضار، فيها كارب سكر قليل بس معاها ألياف عالية وبروتينات قليلة وفيتامينات ومعادن، علشان كده ممتازة للهضم والشبع. 5. الفاكهة، فيها كارب سكر طبيعي بس معاها ألياف وفيتامينات ومضادات أكسدة، علشان كده الأفضل تتاكل ثمرة كاملة مش عصير، والكمية تكون معقولة. 6. البقوليات، فيها كارب سكر بس معاها ألياف وبروتين وشبعها قوي جدا. 7. الألبان والزبادي الطبيعي، فيها كارب سكر بس معاها بروتين وفيتامينات ومعادن ودهون حسب النوع. الخلاصة ركز على الكارب البطيء والألياف، وقلل الكارب السريع اللي هو عبارة عن سكر فقط. الدهون عنصر أساسي وهي أكبر مصدر للطاقة في جسمك، ولازم تعرف نقطة مهمة: أي زيادة في السعرات عن احتياج جسمك سواء من كربوهيدرات أو بروتين أو دهون، في الآخر الجسم بيحولها وبيخزنها دهون. بس خلي بالك الدهون
الدهون أنواع ومش كلهم مفيدين. واحد، الدهون غير المشبعة أو الدهون الصحية، دي أفضل نوع لأنها بتساعد تقلل الكوليسترول الضار وتحمي القلب، زي زيت الزيتون وكل أنواع الزيوت النباتية ما عدا زيت جوز الهند والنخيل، كل أنواع المكسرات واللب السوري والأبيض من غير ملح، السمك الدهني زي الماكريل والسردين والتونة. اتنين، الدهون المشبعة، دي لازم نقللها لأنها لو زادت بترفع الكوليسترول الضار، زي دهون اللحوم والفراخ على حسب النوع، السمنة والزبدة والقشطة، زيت جوز الهند والنخيل. 3، الدهون المتحولة ترانس فات، أخطر نوع من الدهون، وده النوع اللي لازم يبقى أقرب للصفر، بتكون غالبا في القلي الغزير أو القلي العميق، خصوصا لو الزيت بيتكرر استخدامه وأي منتج معمول بزيوت مهدرجة. الخلاصة، أولا اختار الدهون الصحية بس برضو تحكم في السعرات ونوع. ثانيا، قلل المشبعة، خليها أقل من 10% من سعراتك اليومية للشخص الطبيعي. ثالثا، امنع الدهون المتحولة. الثلاثة دول، البروتين والكارب والدهون، هم العناصر اللي بتدي طاقة ومنهم بنحسب السعرات، لكن في عناصر تانية مش بتدي سعرات ومع ذلك أهميتها ضخمة جدا. 4، الفيتامينات. الفيتامينات الجسم محتاجها بكميات صغيرة بس تأثيرها كبير جدا، بتدخل في إنتاج الطاقة، المناعة، صحة الجلد والنظر، تكوين الدم، وظائف الأعصاب، وأفضل مصدر ليها هو الأكل الطبيعي المتنوع. الخلاصة، خلي أكلك فيه ألوان. 5، المعادن. المعادن زي الفيتامينات، صغيرة في الكمية كبيرة في التأثير، زي الحديد مهم للدم والطاقة، الكالسيوم للعظام والأسنان، الزنك للمناعة، المغنيسيوم للأعصاب والعضلات، البوتاسيوم للقلب وضغط الدم. الخلاصة، التنوع في الأكل أهم من صنف واحد ثابت. 6، المية. المية مش رفاهية، دي أساس كل حاجة في جسمك، بتأثر على الدورة الدموية، الهضم، التركيز والطاقة، صحة الكلى، تنظيم حرارة الجسم. كتير من الصداع والتعب والجوع الكذاب سببه قلة مية. الخلاصة، اشرب مية بانتظام طول اليوم. خد بالك، لو عندك مشاكل في الكلى أو قصور في القلب أو مشاكل شديدة في البروستاتا، اسأل طبيبك لأن احتياجك وتنظيم شربك بيكون مختلف. تعال ناخد مثال بسيط على القيمة الغذائية. كوب لبن. كوب اللبن ممكن تحسه حاجة خفيفة بس هو في الحقيقة وجبة غذائية مصغرة لأنه بيجمع أكتر من عنصر مهم في نفس الوقت. بروتين يساعد على الشبع وبناء الجسم، دهون لو كامل الدسم مفيدة للشبع والهرمونات، فيتامينات مهمة زي فيتامين B12 وفيتامين A وفيتامين D، معادن أهمهم الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، وكمان مية لأن اللبن أغلبه مية. فجأة تكتشف إن كوب اللبن مش مجرد شبع، ده بيغذي جسمك فعلا، وده هو معنى القيمة الغذائية. طيب نخش في العملي بقى، إزاي نحسب القيمة الغذائية لأكلنا؟ يا إما منتج جاهز وعليه جدول الحقائق الغذائية، يا إما أكل بيت أو مطعم وده هنقيمه بطريقة تانية. إزاي نحسب القيمة الغذائية للمنتجات الجاهزة؟ جدول الحقائق الغذائية. في أي منتج جاهز جدول الحقائق الغذائية ده بيتقري ب3 خطوات سريعة. أول حاجة، الحصة كام جرام، serving size. تاني حاجة، سعرات الحصة الواحدة كام. تالت حاجة، العناصر الغذائية، الأبطال والأشرار، ونسبة القيمة اليومية الDV%. أول حاجة، نشوف الحصة كام جرام، السيرفينج سايز. ليه الحصة هي أول سطر لازم تبص عليه؟ لأن ببساطة كل الأرقام اللي تحت في الجدول الحقائق الغذائية محسوبة على الحصة دي، يعني السعرات، السكر، الدهون، الصوديوم، كل ده مش للمنتج كله، ده غالبا لجزء صغير منه اسمه الحصة. يعني لو معرفتش الحصة هتقرأ الجدول كله غلط. أهم سؤال بقى، أنت هتاكل كام حصة؟ هنا بقى الناس بتتلخبط. أنت لو كلت كيس الشيبسي ده هل فعلا هتاكل نفس الأرقام اللي مكتوبة في جدول الحقائق الغذائية؟ الإجابة على حسب عدد الحصص اللي كلتها. خليك مركز، دي أكتر خدعة بتحصل في المنتجات الجاهزة. يعني مثال بسيط، لو المنتج كله 90 جرام والحصة المكتوبة في جدول الحقائق الغذائية 30 جرام، يبقى بكل بساطة هتطلع موبايلك وتفتح الآلة الحاسبة وتعمل 90 قسمة 30 يساوي 3. يعني كيس الشيبسي اللي في إيدك ده 3 حصص مش حصة واحدة، وساعتها كل الأرقام اللي مكتوبة على جدول الحقائق الغذائية اللي على كيس الشيبسي هتتضرب في 3. السعرات في 3، السكر في 3، الدهون في 3، الصوديوم في 3، وهكذا. إذن أنت طلعت من الخطوة دي
عارف إن المنتج ده يساوي 3 حصص. تاني حاجة، حساب سعرات المنتج كاملا بعد ما عرفنا عدد الحصص في المنتج من الخطوة السابقة، نضرب في سعر الحصة الواحدة. يعني مثلا لو مكتوب في جدول الحقائق الغذائية إن الحصة الواحدة تساوي 100 سعر والمنتج كله 3 حصص، يبقى سعرات اللي هتاكله فعلا 100 في 3 يساوي 300 سعر. خدت بالك؟ 300 سعر مش 100 سعر زي ما مكتوب، لأن المكتوب ده للحصة الواحدة فقط. ثالث حاجة، العناصر الغذائية، الأبطال والأشرار ونسبة القيمة اليومية DV%. يعني إيه الأول نسبة القيمة اليومية DV%؟ هي نسبة احتياجك اليومي من عنصر غذائي معين مقارنة بنظام يومي 2000 سعر. تعال ناخد مثال مهم. المفروض استهلاكك اليومي من السكر المضاف على نظام 2000 سعر الحد الأعلى حوالي 50 جرام، يعني تقريبا 10 ملاعق صغيرة سكر في اليوم كله. فلو لقيت على علبة عصير مثلا ان DV% بتاعت السكر المضاف يساوي 100%، ده معناه انك لو شربتها انت كده استهلكت كل نسبتك اليومية من السكر المضاف في ضربة واحدة، يعني ال 50 جرام كلهم. مين الأبطال؟ البروتين والألياف والدهون الصحية. كقاعدة عامة دول نحب نسبتهم تبقى 20% أو أكتر. مين الأشرار؟ السكر المضاف والصوديوم والدهون المشبعة. كقاعدة عامة دول نحب نسبتهم تبقى 5% أو أقل. أما الدهون المتحولة ترانس فات، حسب منظمة الصحة العالمية WHO الدهون المتحولة لازم تكون أقل من 1% من إجمالي السعرات اليومية، يعني تقريبا أقل من 2.2 جرام يوميا لو على نظام 2000 سعر. لكن مهم جدا تعرف إن الدهون المتحولة ملهاش نسبة أصلا على جدول الحقائق الغذائية، فأنت بتقيمها بالجرام، وكل ما كانت 0 جرام أفضل لأنها مرتبطة بصحة القلب والالتهابات ومشاكل التمثيل الغذائي. طيب أكل البيت أو المطعم نعمل فيه إيه؟ معظم أكلنا مش مكتوب عليه جدول حقائق غذائية، فبدل ما ندوخ نفسنا هنستخدم طريقة أسهل وأذكى، معيار الطبق الصحي. معيار الطبق الصحي هتتخيل طبقك دايرة وتقسمها كده، نص الطبق خضار وألياف، خيار، خس، كوسة، جزر، سبانخ، سلطة بأي شكل. ربع الطبق نشويات، بطاطس، شوفان. المهم الكمية تبقى ربع الطبق بس. وربع الطبق بروتين حيواني، فراخ، لحمة، سمك، بيض، أو نباتي زي العدس والفول والحمص. وما تنساش الدهون، مش ربع لوحدها، كمية بسيطة زي معلقة زيت أو شوية مكسرات أو دهون طبيعية في الأكل. مثال عملي، طبق مكرونة صحي، بدل طبق مكرونة كبير وخلاص نوزعه بالطريقة الصحية. نص الطبق سلطة أو خضار سوتيه، ربع الطبق مكرونة، ربع الطبق بروتين حيواني زي صدور فراخ، بيضة، تونة، أو بروتين نباتي زي العدس مثلا، معلقة صغيرة زيت. كده الطبق بقى متوازن والقيمة الغذائية عالية. الخلاصة، القيمة الغذائية معناها مش بس الأكل ده كم سعر، لكن الأكل ده بيدخل لجسمك إيه وبيفيدك قد إيه. لو الأكل عليه جدول حقائق غذائية بص على الحصة، بص على عدد الحصص اللي هتاكلها، وبعدها شوف الأبطال والأشرار. لو أكل بيت أو مطعم اعمل معيار الطبق الصحي وخلاص. لو الفيديو فادك اعمل لايك عشان يوصل لناس أكتر، واعمل اشتراك علشان اللي جاي هيكون عملي أكتر.